السلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله الفيديو هذا يلقاكم بخير حبيباتي. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا الطبق الشيفلور في الفرن. بزاف هايل البنات، بزاف بنين، يعني ما يحسوش كامل بلوغو نتاع الشيفلور. شوفوا انا راني زايدت له هنا غير البطاطا وشويه نتاع الدجاج. نتوما ديروه كيما تحبوا. عندي راس نتاع الشيفلور صغير هكذا متوسط ماشي كبير. دونك هنا راح نقيه ونغسلوه تري بيان. من بعد فورتو البنات، من الاحسن تفوروه، والبنات من الاحسن يعني تفوروه من قبل هكذا باش يبرد لكم. لازم تخلوه يبرد بيان قبل ما تزيدي له باقي المكونات. المهم هنا بالموس راني نفيريفي فيه اسكو طاب بيان. وانا البنات كي طاب لي شوفوا راني نفتفت فيه ونخليه يبرد. تقدروا تلبزوه هكذا بالفرشيطه ولا اللي ما يحبوش كامل يبان، مي انا غير هكذا بالموس. دونك راه طايب بيان، فتفتو غير بالموس وخرج يعني صراحه ما بانش كامل باللي شيفلور. حتى وليدي يعني ما فاقلوش. صبتلو الحوت في ريسيبيون، درت 3 حبات بيض، درت هنا زوج مع الاول، من بعد 6 حبه. رايحه نزيد معاهم نص كاس حليب واربع ملاعق كبيره نتاع الفارينه يكونوا معمرين. نزيد تاني المعدنوس ديروا هكذا واحد الحفنه نتاع المعدنوس. درت تاني زوج سنات نتاع الثوم، رايحه نربيهم. كي ديروا له ثوم هكذا حب خير البنات، خير ما ديروا بودره. هنا تاني ضفت له واحد نص كاس نتاع جبن مبشور، 3 ملاعق كبيره نتاع الزيت. درت الزيت العادي البنات، زيت نباتي. هنا تاني مغرف كبيره نتاع جبن ابيض. وهنايا التوابل، درت الملح، درت الكركم، فلفل كحل، درت العكري، انا درت الحلو. الناس اللي تحب الحار تقدر دير الحار. درت الكمون ودرت الكوري. المهم التوابل هادو كامله رايحه نحطهم لكم في الاخر في صندوق الوصف ان شاء الله. ودرت تاني كيس تاع خميره كيميائيه، نحيت منه غير شويه البنات، نخلط كلش كيما شفتوا. من بعد نحط هذاك الشيفلور. ساهل البنات، يعني ما فيهش حاجه كبيره ولا جهد كبير، بصح البنه تاعو يا البنات هايله. المهم هنا خلطته بيان، خلطوه مليح مليح حتى يتغلفوا كامل هذاك الشيفلور تاعكم بالتتبيله هذه اللي درتها. جبت هنا تاني مول تاع الفرن اللي يدخل، كنت دهنته بشويه تاع الزبده. رايحه نحط كامل هذا الخليط لداخل، هاوليك نمشيه كامل نساويه كامل من الفوق باش يجيني نيفو واحد ويجيكم الشكل الشباب. هايليك غير بالمغرف البنات. صدقوني البنات واحد الريحه تقولي صح طيبتوا الحوت في الدار. هنا زدتلو من الفوق جبن مبشور. البنات الا ما كانش عندكم هذا المول نتاع الكيك تاع الزجاج، لازم الا كانوا عندكم يعني هذوك تاع الحديد لازم تدهنوا وديروا بابي كويسون باش ما يلصق لكمش. المهم دخلتوا الفرن على 220 حتى طابلي. هاوليك شوفوا لازم تخلوه يريح شويه قبل ما تقلبوها باسكو يطيب خفيف. انا خليته شد روحه غير شويه، من بعد قلبته في طبق التقديم. التزيين يبقى اختياري البنات. انا رفقته بالبطاطا مقليه ودرت له ثاني بانيت الاسكالوب تاع الدجاج، درتهم يعني شرائح. وهنا زدت له من الفوق شرائح نتاع الليمون، درت له ورده نتاع طوماطيش وهذوك الخضر بالخيار. صراحه ما صورتش كل شيء بس كنت بريسيا. المهم هامليك نتوما تقدروا ترافقوه باي حاجه، بسالاد ولا باي حاجه. هذا الدجاج هذا كاش نهار نشاركه معاكم، يجي كريسبي هايل. الا حبيتوا نصوره لكم اكتبوا لي في لي كومونتير البنات، يجي هايل خير من تاع برا، خير من تاع البيع. كنت درت تاني مع خبز الدار. من بعد نحط لكم تاني الوصفه وحدها. هاد الفريت تاني تقرمش البنات. المهم هنا رشه خفيفه نتاع المعدنوس، انا كاقتراح حطيت لكم. دونك ما صورت لكمش كلشي. وهنا قلت لكم كنت درت خبز الدار حطيته معاه. اللي ولادها ما يحبوش الشيفلور غير جربوها الطريقه يا البنات هايل. شوفوا خلوه يريح شويه قبل ما تقطعوه باش يجي شاد روحه. كنت يعني نصور ومنها راني نزينه لهم. اللي ولادها ما يحبوش الشيفلور بهذه الطريقه راح ياكلوه. انا وليدي ما ياكلوش، مي هذه الطريقه هذه عجباتو بزاف
وكلاه وما فاقش كامل بلي شي فلور. انا قالي الحوت خليته في نيتو. اشوف كيفاش يجي لداخل طري طري هايل. المهم زيدوا خلوه شويه، انا كان يعني سخون وكنت مبريسي الله غالب. هذه هي الزينات، نبقيكم كامل على خير. ما تنسونيش حبيباتي جامع الفيديو